في اللي انا قلته ده بس، اللي انا قلته ده بس. تصوروا انا بقالي، وانا مش بقدم نفسي لكم، انا رغم ان انا في المنصب اللي انا موجود فيه ده، انا عمري ما تحدثت معاكم على باي شكل من اشكال غير الصدق، كل الصدق. وما وجدتش اشكاليه في كده، ان اكون صادق واكون امين واكون متجرد. انا عايز اقول لكم على حاجه، انت حضرتك بتطل على الناس، بيشوفك الطفل الصغير، حاول كلام بوزنك، بتسريحة شعرك، بلبسك، بطريقة كلامك. خلي بالك انت هتحاسب امام الله على كل حاجة من اللي انا بقول لك عليها دي، مش بقى مهنية بس، لا، لو انت واقف بتدي كلمة، الكلمة دي هتسيء وهتبقى كذب، اللي كل من سمعها انت هتحاسب امام الله على انك انت طرحت كذب. اللي سمعها 1000 يبقى في 1000 كذبة، 100,000 يبقى 100,000 كذبة. الكلام ده لو احنا حطيناه بس وفكرنا فيه وقلنا ان احنا عايزين نتناول المسائل من المنظور ده، ان احنا نبقى صادقين في كل تناولنا. والصدق هنا مش نقول بس كلام. انا عايز اقول لكم على حاجة، وارجو ان الكلام ده ما انا ولا والله ما اقصد باي حاجة. انا شايف اللي احنا فيه ده تجربة من اول 2011 لغاية النهاردة، والتجربة دي تاخد مداها، والتجربة تاخد مداها. لكن عايز اقول لكم على حاجة، انا مستعد اجيب لكم الجرايد بتاعت اي يوم، واجيب لكم القنوات بتاعت اي يوم. انا بتابع وبقرا الكلام المكتوب عشان اشوف انتوا شايفين مصر ازاي وبتقدموها ازاي. هقول لكم حاجه، انتوا بتضروا مصر جامد جدا من غير ما تقصدوا. والله العظيم انا بكلمكم كمسؤولين عن بلد، مش عن رأي عام بس. ويمكن انا وجهت رسائل كتير جدا خلال السنتين اللي فاتوا عن المسألة ديت، قلت لكم ان انتم مسؤولين عنها معانا. اذا كنتوا انتم يعني، هو انتوا حطيتوني على جنب كده ده انا معاكم وانتوا كمان معانا، بس انا مستعد اجيب لك جرايد بتقول هي كانت احد اسباب ازدياد سعر الصرف، لانها اتكلمت على اخبار لا تمت للواقع بصله، والناس خدتها على انها مؤشر. في دول فقدنا حميميه العلاقه السياسيه معاهم نتيجه اخبار طلعت من عندنا. توقفوا كثيرا. هل تم توجيه لاي حد، لاعلامي او ده من جانبنا، ان مثلا هاجموا فلان، هاجموا الدولة الفلانية؟ هل ده حصل؟ طب تصوروا، وانا حلفت قبل كده وهحلف تاني، اقسم بالله العظيم اتمنى الا يصدر لفظ مسيء واحد او حركة اساءة واحدة داخل المجتمع المصري ده لاي حد في العالم، حتى لو كان هو بيسيء لينا. وقلت لكم ده بيعبر عن الشخصية المصرية، بيعبر عن الشخصية المصرية. طب يتحول الزعل والحزن على الإساءة اللي بتوجه لنا لإيه؟ كل ما تسيء ليا كل ما يزيد إصراري على العمل أكتر، لأنك أنت معنى أنك بتسيء ليا يمكن تكون مستقل مصر، يبقى كل المصريين ما يردوش، ما حدش يطول لسانه، لكن يصبر ويشتغل ويبني ويعمر عشان اللي مستقلنا ما يستقلناش، واللي مستضعفنا
ما يستضعفناش، واللي شايفنا ظروفنا صعبة ما يشوفناش. شكرا.